قائلا في هذا المحفل العلمي بأبيات لابن الشيخ ماء العينين وحفيده وصبطه ماء العينين بالعتيق، الذي قال، وهي أبيات تصدق على هذا المؤتمر: دعوتمونا سماحا دعوة الجفل، فكنتم خير من بالزائر احتفل. لو قيل فيكم ألستم خير متصف بالمكرمات، لقال الزائرون بلى، من كان داعي أقوام لمأدبة ولم تكن هكذا فعلا فما فعل. يسعدني أن أتناول الكلمة بإيجاز حول سيرة هذا الشيخ وما تميز به، لأقول بأنه تجمع في شخصيته ما تفرق في غيرها، فهو العالم العلامة الذي ألف الكثير من الكتب العلمية في مختلف العلوم التي كانت رائجة في عصره، والتي أغنى بها الثقافة العربية والإسلامية في المغرب وفي باقي البلدان العربية والإسلامية والإفريقية. وهو المقاوم الذي قاوم المد الاستعماري منذ أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وهو خليفة السلاطين العلويين في المنطقة الجنوبية، حيث كان وكيلهم في ترتيب أوضاعها وشؤونها، مما يبين حضور السلطة المركزية في جميع هذه الأقاليم. وهو القطب الروحي الذي يعد من أقطاب التربية الروحية البارزين في العالم العربي والإسلامي وفي عموما وفي المغرب خصوصا، ولكنه يختص من بين هؤلاء جميعا بخاصية منفردة ومتميزة استمدها من الكتاب والسنة، ألا وهي المؤاخاة بين جميع الطرق الصوفية المعروفة، واستطاع بذلك أن يعيد للتربية الروحية اعتبارها القرآني والسني، وأن يبعدها مما طالها من الأهواء والمشاحنات الطائفية وما إلى ذلك من مظاهر التعصب لهذه الطريقة أو لأخرى، من خلال أرجوزته المعروفة: إني مخاو لجميع الطرق أخوة الإيمان عند المتقي، ولا أفرق للأولياء كمن يفرق للأنبياء. قال تعالى: المؤمنون إخوة وعدم التفريق فيهم إسوة. وقد ألف كتابا سماه مفيد الراوي على أني مخاوي، دعا فيه إلى التسامح والابتعاد عن التشدد والتعصب والانغلاق. وهو المصلح الاجتماعي الذي سعى في الإصلاح بين الناس أفرادا وجماعات وقبائل، بين الخاصة والعامة، واعتنى بالضعفاء واليتامى والمعوزين وطلاب العلم، وكان يعيش تحت كنفه أزيد من 10,000 فرد، كما أورد ذلك صاحب الوسيط محمد الأمين الشنقيطي في تراجم علماء وأدباء شنقيط، وقد زاره في مدينة سمارة وكتب ما شاهده، دون أن ننسى تواصله المطلق بينه وبين علماء الأمة، وبينه وبين السلطة المركزية فيما يخص الرعاية الاجتماعية، وبينه وبين ممثل الأمة من الأعيان من مختلف القبائل. وهو الرحالة الذي مد جسور التواصل بين شمال المغرب ومناطق الصحراء من خلال رحلاته المتواصلة إلى سوس والصويرة ومراكش والرباط وسلا ومكناس وفاس، حيث كان يلتقي في هذه المدن بسلاطين الدولة العلوية وشيوخ الزوايا الدينية ورؤساء الطرق الصوفية وبعدد من العلماء والأدباء والشعراء. وهو الذي بنى مدينة السمارة
التي دشنت أول مشروع حضري وعمراني في الصحراء منذ أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، مما كان له الأثر في إحياء النهضة الأدبية والفكرية والعلمية التي شهدتها المنطقة، وامتد إشعاعها إلى مختلف مناطق شمال المملكة وإلى الغرب الإفريقي وإلى بلدان العالم العربي والإسلامي. وهو الذي أسس سوقا تجارية كبيرة في الساقية الحمراء أسهمت في ازدهار التجارة في هذه المنطقة، وكانت تمتلئ كل أسبوع بجميع أنواع البضائع التجارية المتنوعة. وهذا ما جعل عددا كبيرا من الشعراء والأدباء يشيدون بهذه السوق في قصائدهم الشعرية المتنوعة. من ذلك قول محمد العاقب بن مايابة: سوق الخميس لنا مبارك فيها، لما غدا الشيخ ما العينين بانيها، سوق بها سلع الخيرات رائجة، وربح بائعها حتم وشاريها، تجبى إليها ثمار كل نابتة من المواطن دانيها وقاصيها. وهو المعروف بتواصله الدائم مع كبار علماء عصره، واعتباره من قبلهم حجة في العلوم وسداد الرأي وبعد النظر، وكان مستشارا في الملمات الموجبة للإفتاء وما إلى ذلك من الأمور العلمية الكبرى. وهو الذي تخرج عدد من العلماء الكبار على يده، وجلهم معروف في ميادين علمية مختلفة. وهو الذي يفتخر تاريخ المغرب في سجله الذهبي، وتاريخ إفريقيا بأكملها باعتباره من أهم الأشراف نسبا وحسبا وعلما وعملا وإخلاصا ودفاعا عن الوطن والدين، وأهم علم ريادي أيضا في الصحراء وفي الجنوب، سواء في تمثيله للسلطة المركزية أو في القضاء على الفتن والخلافات. وفي الأخير يعتبر الشيخ ماء العينين مدرسة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنه مدرسة من حيث المجالات العلمية التي ترتبط باسمه، وهو مدرسة من حيث المزاوجة بين الروح الصوفي والعلم الأكاديمي، وهو مدرسة من حيث الوقع القوي في التاريخ. وأختم هذه الكلمة الموجزة ببعض من أبيات رثى بها الأديب والعلامة الجليل الطاهر الإفراني الشيخ ماء العينين، حيث قال: المجد يعلو والسيادة تندب، والدمع ما عينيه حزنا يسكب، قال العواذل ما له فأجبتهم، والحزن يخرس والمدامع تعرب، لما ثوى شيخ الشيوخ وعالم الإسلام ما العينين ناح المغرب، العالم العلم الإمام المرتدى، بدر الهدى وسراجه المتلهب، بحر طمى غيث هما ليث حمى، دين الهدى ناب له والمخلب، رب التآليف العديدات التي صار الركاب بها تقاد وتجنب، قل للعفاة أولي الحوائج مات ركن الدين ما العينين فابكوا، وانحبوا مات الإمام المستضاء بنوره مهما دجا، ليل الضلال المكرب، مات الذي أمواله وعلومه لذوي الخصاصة والجهالة توهب، عجبا لقبر ضم سؤدده وقد ضاق الفضاء به وضاق السبسب، وبه تم الختام والسلام. الآليات الأجنبية من عهد الحروب الصليبية تسللت العلماء المكونون تكوين عالي جدا من المستشرقين المدربين على تسريب أفكار الخلاف بين الجماعة الواحدة، فأصبح المسلمون يكادون يتآكلون بينهم. وجد الشيخ ماء العينين الذي نشأ في مدرسة أبيه في جو ليس فيه خلاف بين المسلمين وليس فيه نيل أحد من أحد،
وليس فيه إلا تكثيف الجهود لمواجهة التسللات الاستعمارية التي أصبحت تكاد تكون مخيفة للمسلمين آنذاك. تولدت في الشيخ ماء العينين فكرة التوحيد بين المذاهب، وفكرة التوحيد بين الطرق، وفكرة التوحيد بين الرجال السياسيين. ففيما يرجع إلى الصوفية قال: إني مخاون لجميع الطرق أخوة الإيمان عند المتقي، ولا أفرق للأولياء كمن يفرق للأنبياء. قال تعالى: المؤمنون إخوة وعدم التفريق فيه إسوة. فدعا إلى وحدة الطرق الصوفية وقال: نشأت عند والدي لم يقل لي في يوم من الأيام هذه طريقة فلان ولا طريقة فلان، مع أنه أعطاني كل أسماء الله الحسنى وقال لي كل اسم هذه خاصيته، وفتح الله به على عبده فلان، وأنت عبده أعبده لتنال رضاه فيدر عليك الرزق وغيره. حتى أتيت شمال مغربنا، يقول في نعت البدايات، وجدت هذه الطرق متفرقة وأهلها مختلفون، فتساءلت عن أسباب الخلاف وقلت لهم: ليس هناك داعي للخلاف، نحن نعبد الله ونؤمن بسيرة محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته، ونريد أن نطهر أنفس الناس من الرجس الذي أوله خلاف المسلم مع المسلم. فدعا إلى وحدة الصوفية، ثم نظر فإذا المذاهب الفقهية في النوازل التي أصبحت شائعة، أصبح المالكي لا يطبق فتوى الحنبلي، والحنبلي لا يطبق فتوى المالكي، والحنفي لا يطبق الشافعي، والشافعي لا. أصبح المذاهب كلهم حزب، عندما يعين منه القاضي يمنع على غيره أن يتعين في القضاء، كما هو الحال في الأحزاب الديمقراطية الآن، عندما ينجح واحد منها يزيح ما كان قبله. وجد الشيخ ماء العينين على أن هذا الجو إذا بقي بهذا الشكل فسيكون أيضا آفة على المسلمين، فألف كتابه الذي يكاد يكون مبتكرا في المنهج كله، وهو منتخب التصوف. وهذا الكتاب نظما من 1200 بيت، ثم شرحه بأساليب الصوفية ومعانيها وتعاريفها وأهدافها وما يمكن أن تكون عليه ممارستها. وذهب إلى الفقه فألف دليل الرفاق على شمس اتفاق، نظم فيه 3 كتب، من بينهم بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد. وهذا الكتاب بداية المجتهد لي معه رحلة طويلة، أنا نظمته في 6736 بيت، ولم ينظم قط قبلها. هذا كتاب تناول الخلاف العالي بأسلوب ما قال فيه كلمة تسيء إلى أحد، ولا نال فيه من مذهب، ولكن يأتي بالنص القرآني والحديث ويبين أسباب الخلاف، ويقول ينبغي أن يكون الفتوى على هذا الشكل. إذن الشيخ ماء العينين في هذا الجو الفقهي اتصل بالملوك العلويين جزاهم الله خير، وبقي يراسلهم ويشرح لهم أوضاع الجنوب من سوس جنوبا، ويبين لهم على أن النصارى أصبحوا على وشك اقتصاص هذه الأراضي من أطراف الدولة المغربية، حتى عينوه نائبا عنهم فيها. وخرج ظاهر تعيينه من مولاي الحسن الأول رضي الله عنه، لأنه ولما أتى إلى مولاي عبد الرحمن قال له: جعلتك ولدا. ولما أتى لولده من بعده محمد قال له: أنا جعلتك أخا. ولما أتى لمولاي الحسن قال له: أنا أجعلك أبا. فبقي مخلصا للدوحة العلوية، مخلصا لرسالته، يوضح للناس على أن خلاف المسلمين ليس في مصلحتهم. أيضا نثر كثيرا من أقوال الصوفية من عهد إبراهيم بن أدهم. وعلى ذكر إبراهيم بن أدهم أتى به الشيخ ماء العينين كمثل، هو من أبناء الملوك، ركب يوما على فرسه يصطاد، فكان يصطاد إما أرنبا وإما
طائرا فناداه مناد: ما لهذا خلقت يا ابن أدهم؟ فلما ركض جواده قال له من داخل القربوس: لم تخلق لهذا يا ابن أدهم ولا له خلقت. فنزل عن جواده ولبس مرقعة وذهب يتعبد الله حتى وصل إلى مكة فصحب بها العلماء. كان الشيخ ماء العينين يقول لتلامذته: نحن نتبع السنة ونتبع القرآن، ويجب أن نطبق حرفية السنة والقرآن، فمن تبعني فليقم بهذا المنهج، ومن حاد عنه فنحن لا نتعصب ضد أحد ولا نقول في أحد، ولكن نطلب من المسلمين توحيد الصف. نطلب من المسلمين توحيد الصف. وألف كتبه التي ألف في آخر حياته: منتخب التصوف كما قلت لكم، وإظهار الطريق المشتهر على اسمع ولا تقترب، التي قال فيها: هذه طريقتنا خذها وضابطها، ما استحسن الشرع لا سواه فاتبعي. وأتفكر هنا يوم كنت في المؤتمر الثالث لرابطة العالم الإسلامي في مكة، وكان يترأس المؤتمر بن باز، ترأس الجلسة هو بجنبي. لما انتهت الجلسة قال لي: يا بني، درت هذه الجلسة جيد، كلامك جيد، ولكن انت للشيخ ماء العينين؟ قلت له: نعم. قال: الشيخ ماء العينين عالم ولكنه صوفي. قلت له: نعم، ولكن ما هو عيب الصوفية؟ قال لي: يعبدون غير الله. قلت له: هذا مفترى عليه. قال لي: يقولون بجاه فلان. قلت له: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: توسلوا بي فإن جاهي عند الله. ومولانا قال: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ماذا نقول في هذا؟ قال لي: يا ليتهم يا بني يفهمون هذا كله. قلت له: يا ليتكم أنتم ما رميتموهم عن ظهر قوس جميعا دون أن تتأكدوا من سلوكهم. معناها على أنه هناك تباعد بين السلفية والصوفية. حاول الشيخ ماء العينين أن يقربه، ولكن الذي ينبغي علينا نحن اليوم، لأن قراءة البحوث وإعداد البحوث من النصوص وتقديمها للشباب ليس مجدي وحده. ينبغي أن تكون بحوثنا تحمل توجيه واقتراح، وينبغي أن يكون سلوكنا تابع لما نقرأه في الكتب وما ينبغي أن يكون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمائه، والشكر له سبحانه وتعالى على فضائله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، القائل: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، صلى الله عليه وآله وسلم. يصعب الحديث بعد شيخنا الدكتور حمداتي يشبه لنا ماء العينين حول في موضوع يتناول جده، فلذلك سأكون متواضعا جدا لأقول بأن العرض هو مطروح للنقاش، وأتيمن ببدء بهذه العبارة التي كان الشيخ ماء العينين يستهل بها جميع مؤلفاته تقريبا: جاء ابتداء مبارك ابتداء، يجي انتهاء ميمون الانتهاء. هذه عامة، لكن أحيانا نجدها مختصرة: مبارك الابتداء ميمون الانتهاء. رحمة الله على الشيخ ماء العينين وعلى جميع علمائنا وأوليائنا وصلحائنا. هذا العرض هو في الحقيقة كما رأينا وكما تحدث كثير من المتدخلين هذا الصباح، كثير من المتدخلين مصلح، الشيخ ماء العينين مصلح حاز إعجاب والتفاف وإشادة علماء عصره تقريبا جميعا.
وكتب الكثيرون ومدحه الكثيرون، ونشرت الدواوين والقصائد وهي لا تفيها ولا تستغرق مجلدات حول الشيخ ماء العينين. أكتفي بكلمة واحدة استهلالية لكن كثيرون كتبوا عنه، وهي إشادة العلامة محمد بن جعفر الكتاني الذي قال عنه في كتابه سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس في من أقبر بمدينة فاس. أتى به أثناء الحديث عن بعض الشخصيات الذين أخذوا عن الشيخ ماء العينين، فهو فقط يعني أشار إلى الشيخ ماء العينين، لم يكن الشيخ ماء العينين من الذين أقبروا بمدينة فاس. يقول الشيخ الشهير القدوة الكبير من ظهر في هذا الوقت ظهور شمس الظهيرة وانتشرت أياديه انتشار الكواكب المستنيرة، العلامة المشارك الذي لا يدركه في علومه من أهل العصر مدارك، ذي التآليف الكثيرة والكرامات العديدة الكثيرة إلى آخره. هذه الكلمة كافية في أن تضع الشيخ ماء العينين في مكانته لدى علماء ذلك العصر، من عاصروه ومن أخذوا عنه ومن استفادوا منه ومن تآليفه. أما الطاهر الإفراني، أتيت القصيدة قرأها الدكتور علي النعمة منذ قليل لكنه لم يقرأها كاملة بطبيعة الحال، بقيت بعض الأبيات أجتزئ هنا بيتا واحدا لأنه يرتبط بعرضي، وهو قوله: هادي الأنام مجدد الإسلام ما والفضل والنور الذي لا يحجب. فمنذ ذلك الحين كثير ممن عاصروا الشيخ ماء العينين وصفوه بأنه مجدد. هذا هو الهدف من هذه القصيدة ومن هذا اللفظ بالخصوص. إذن لماذا نصفه الشيخ ماء العينين بالتجديد؟ ولماذا كان فعلا مجددا؟ أولا لسمات خاصة في شخصيته، فكانت شخصية قوية ذو ذكاء أخاذ وقوة في الفهم، وقد شهد بهذا كثير من معاصريه. لا أتي بالنصوص هنا، فكل جملة هنا وراءها كلام ونصوص، لكن هذا موجود في العرض الذي أتمنى أن ينشر بعد هذا الملتقى الدولي. ثانيا أنه تصدر في مختلف العلوم الضرورية للاجتهاد والتجديد وبرع فيها وألف فيها، وهي النقطة الثالثة غزارة مؤلفاته في مختلف العلوم التي كانت معروفة في متداولة في ذلك العصر. وأكتفي هنا بكلمة واحدة للشيخ محمد المختار السوسي لما تحدث عنه في المعسول، فقد أدرك المشاركة في العلوم إدراكا عظيما تدل عليه تآليفه التي ما غادرت علما من العلوم إلا اقتبست منه حديثا وتفسيرا وأصولا وبيانا، بل التصوف الذي هو عش ذلك البيت فعليه تأسس من أول يوم وبه اشمأخر بناؤه. وأخيرا أن التجديد كان هما من هموم الشيخ ماء العينين، وهناك نصوص تدل على هذا. لن أسر هذا نص واحد من تلك النصوص: جعل الله أئمة المسلمين مجددين لأنهم ينظرون في مصالح الأمة نظره صلى الله عليه وسلم ويفعلون بهم من سنته ما هو موافق لحالهم في ذلك الزمن. ثم يقول، وهذه قواعد مهمة: ولذلك من لم يعرف أن انتقال العرف كانتقال الزمن فهو في العلم كالزمن. الزمن يعني المقعد. ومن حكم في حكم جديد بعرف قديم فهو من العلماء كالعديم. وهذه الكلمة وحدها تكفي ذلك الأفق الواسع الذي أراد الشيخ ماء العينين أن يعطيه للفهم، فهم الدين، وللاجتهاد وللفقه ولما حوله من العلوم أيضا حتى للتصوف. وسأتي ببعض الأمثلة قليلة. التجديد أنواع كما تعرفون، بالخصوص 3 أنواع، 3 مستويات، 3 مجالات يكون فيها التجديد في الأمة. الأول هو تجديد الإيمان بالتزكية وبالتربية، وهذا مجال التصوف وقد برع فيه الشيخ ماء العينين. الثاني تجديد العمل بالإنتاج، بالبناء، بتوحيد الصفوف، بالمقاومة إلى آخره، وقد برع فيها جميعا الشيخ ماء العينين.
الثالث هو تجديد الفكر والعلم والفقه بالأفكار الجديدة، بتطويرها بتثويرها، بتجديد الفهم. وهذا أيضا برع فيه الشيخ العيني، ولكن أنا في هذا العرض سأكتفي بالحديث عن النوع الثالث من التجديد، اللي هو تجديد الفكر والعلم. كما قلت للشيخ العيني إسهامات قوية في جميع تلك المجالات، لكن هنا نهتم بتجديد الفكر والعلم فقط. سأتحدث في 4 محاور باختصار. الأول إحياء أصول الفقه، الثاني إحياء مقاصد الشريعة، الثالث إحياء الاجتهاد الفقهي ونبذ التقليد والانغلاق، رابعا الربط بين القوي بين الشريعة والتصوف، وقد تحدث في هذا المحور الرابع شيخنا شيخ حمداتي منذ قليل. فأولا إحياء أصول الفقه. نحن نعرف أن الاجتهاد في الحقيقة ينبني على إتقان أدوات الاجتهاد وعمق أدوات الاجتهاد، ومنهج الاجتهاد في الدين وفي الإسلام هو أصول الفقه. ومن لم يتقن أصول الفقه فما سلك باب الاجتهاد. والشيخ العينين كان له في أصول الفقه جولات وصولات وإبداعات، أذكر منها ما يلي. أولا وقبل كل شيء التأليف الأصول المتخصص، فقد ألف الشيخ العينين في الأصول، وأنتم تعرفون ربما كتابه الأقدس على الأنفس في أصول الفقه. كثير من مؤلفات الشيخ العينين لم تكن فقط مؤلفات نظرية للتأليف ثم تبقى، لكن كانت مادة للتدريس للتكوين. فلذلك كان المنظومات كما هو معروف في تلك العصور المنظومة وعليها الشرح، فتلقن المنظومة للطلبة وتشرح في نفس الوقت لإتقان العلم. فنظم الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني، نظمها في الأنفس في أصول الفقه، ثم شرحه في الأقدس وهو مطبوع. أشكر الدكتور علي النعمان لأن مدني بنسخة مطبوعة، لأنه هو تقريبا مفقود لم أجده، لكن كان قد طبع في عهد الشيخ العينين طبعة حجرية وهي، لكن هذه الطبعة المطبوعة جيدة لأنها منقحة. إذن عنده تأليف أصولي متخصص. وألف أيضا المفيد في الخاص والعام، حاول فيه أن يميز بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص، وهي من المباحث الأصولية الدقيقة التي كثير من طلبة العلم لا يهتمون بها ولا يتقنونها، وهي ضرورية في فهم كثير من النصوص، فخصص لها رسالة خاصة. وعنده مباحث أصولية متفرقة في عدد من مؤلفاته. الكتاب الذي أشار إليه شيخنا وهو دليل الرفاق على شمس الاتفاق، في بدايته هناك مقدمات واسعة في أصول الفقه يعني يبين على ماذا بنى اجتهاده. وفي كثير من الرسائل نجد مقدمات يتحدث فيها عن أصول الفقه، إما عن مباحث في التقليد ومتى يجوز التقليد ومتى يجب الاجتهاد وضرورة الاجتهاد، أو يفصل في بعض المباحث الأصولية، وليس هناك أحد إلى حد الساعة حاول أن يجمع كل المباحث الأصولية للشيخ لنقارن بينها ولتخرج في حلة أخرى. وهذا من المباحث التي يمكن أن تقترح على الباحثين. إذن التأليف الأصولي المتخصص ساهم فيه الشيخ العينين إسهاما مقدرا. لكن أهم من هذا هو المكانة المتميزة للدرس الأصولي في المدرسة المعينية. وكما قلنا لم يكن التأليف تأليف نظري يجلس في بيته ويؤلف ليقرأ من شاء، إنما كان ينقله إلى قاعة الدرس. فكانت للمؤلفات الأصولية إما مؤلفة الشيخ أو مؤلفات أخرى مكانة في تكوين وتكوين الطلبة. هذا منشور فيه مادة كثيرة في بعض الذين عرفوا بالشيخ، وهناك المؤلفات التي كانوا يدرسوها وهناك إلى آخره. وفي مراحل التدريس مؤلفات التي تدرس في المرحلة الابتدائية وفي المرحلة النهائية، فلذلك لن أفصل في هذه النقطة. ثالثا استثمار القواعد الأصولية في مختلف كتاباته. الفن الأصولي إتقان الأصول لا يظهر في الدراسة النظرية، وإنما يظهر في استثماره في الفتوى، في استثماره في إبداء الرأي الفقهي، في استثماره في فهم النصوص الشرعية. هنا
تظهر العقلية الأصولية كثيرا، وهذا يظهر في مختلف مؤلفات الشيخ مألعين، ولنا فيه كثير من الأمثلة، ومنها هذا المثال في هذا النص الذي أتيت به منذ قليل. رابعا التمسك بالاجتهاد في المسائل الأصولية ومناقشة الأصوليين فيها، وهذا نجده في عدد من كتابات الشيخ مألعينين. ففي كتابه الأقدس مثلا استدرك على إمام الحرمين في بعض المواضيع، وأضاف مواضيع في الأقدس على أنفس غير موجودة في الورقات. فلذلك هذا أيضا مما يبين جهود الشيخ مألعينين في إحياء أصول الفقه. ثانيا إحياء مقاصد الشريعة. أعتذر لأن الوقت سيف الوقت يعني يلزمني بالإسراع. أولا هذه نقطة مهمة جدا، سبق الإمام أو الشيخ مألعينين في التعريف والاهتمام بموافقات الشاطبي نظما وشرحا وتدريسا، وهذا شيء يمتاز به الشيخ مألعينين في عصره، لأن منذ الشاطبي إلى أن نظم الشيخ مألعينين موافقات الشاطبي لم يكن هناك إلا نظم واحد منتهى المنى في الموافقات في القرن العاشر، نظم واحد طيلة قرون مديدة، إلى أن طبع الموافقات سنة 1306 في تونس. فقام الشيخ مألعينين وصلته نسخة كما قال 1306 هجرية، فوصلته نسخة سنة 1302 هجرية، ووصلته نسخة سنة 1306 كما نص على ذلك، ونظمه وأتم النظم كما نص على ذلك سنة 1311 هجرية، وشرح النظم وأتم الشرح سنة 1323 هجرية. يعني اشتغل عليه طيلة هذه المدة، هو يشتغل على الموافقات نظما وشرحا وتدريسا، لأنه كان يدرس الموافق اللي هو النظم الموافق في أصول الفقه، وشرحه في المرافق، وهو مطبوع طبعا مغربية ومطبوع طبعا مشرقية. لكن المهم هنا هو السبق، ليس هناك من خدم الموافقات طيلة القرون حتى خدمه الشيخ مالك، ولكن بعدها لما بدأت الصحوة الأصولية المقاصدية المعاصرة اهتم الجميع بالموافقات، ولكن في عهد الشيخ مألعينين كان هو فريد في الاهتمام به نظما وشرحا وتدريسا، وهذا شيء مهم جدا. ثانيا التوظيف الأصولي وتمثل المقاصد في اجتهادات الشيخ مألعينين وفي مشاريعه الإصلاحية الكبرى، ولنا فيها أمثلة. أنا هنا أشرت إلى مقصد التيسير، وهذا يشير إليه في كثير من كتاباته، ومقصد تأليف قلوب المسلمين والتوحيد الذي أشار إليه شيخنا، وهو أيضا مبتوت في كتاباته، وربما وقد ألمح إلى هذا في دليل الرفاق. توحيد المذاهب المقصد منه هو الوصول إلى التيسير، فهما مقصدان متداخلان. ثالثا إحياء الاجتهاد الفقهي ونبذ التقليد والانغلاق، وهذا ينبني على إحياء أصول الفقه وإحياء مقاصد الشريعة، فأعطى أفقا واسعا للاجتهاد الفقهي. أولا من خلال إحياء الاهتمام بتدريس الكتاب والسنة ودراسة معانيهما وأسرارهما في تلك الفترة في الجنوب المغربي في الصحراء وحتى في الشنقيط، لأن آنذاك كانت الحدود يعني تقريبا مفتوحة، فلذلك الشيخ مألعينين أحيا هذا الاهتمام مثل عدد من المجددين. بطبيعة الحال لا ننكر أنه في شنقيط وفي الصحراء وفي سوس هناك مجددون كثيرون في القرون الأخيرة، لكن الشيخ مألعينين كان من بين هؤلاء المجددين. ويمكن أن أقول أن الشيخ مألعينين يهتم كثيرا بهذه النقطة، إلى حد أن جميع رسائله نجد فيها زخم من الاستشهاد بالآيات القرآنية تفسيرا لها، ونجد زخم
حديث في كل قضية، وهذا شيء مهم جدا. ثانيا الدعوة إلى الاجتهاد الواسع، وهذا رأيناه منذ قليل. عنده فكرة مبدعة، فأعلن حربا شعواء على التقليد وعلى الانغلاق، وكان يدعو إلى أولا تمييز ما هو متفق عليه بين المذاهب، وهو فكرة دليل الرفاق على شمس الإثم. تمييز ما هو متفق عليه يظهر ما هو مختلف فيه، وهو رأيه سيرا على سنن الشعراني في كتابه الميزان الكبرى، أنه آنذاك الإنسان ينتقي من تلك الاجتهادات ما هو مناسب له، وله في هذا كلام طويل، لكن كان عنده اهتمام كبير بفتح الاجتهاد الواسع وبالرجوع إلى الكتاب والسنة، دون بطبيعة الحال الإضرار بمكان فقيه مالكي كين في الفقه المالكي. فمدونات الفقه المالكي كانت تدرس في بداية ما تدرس في المدرسة المعينية. ثالثا التوسع في دراسة اجتهادات الأئمة في نفس مستوى الاعتزاز بمذهب الإمام مالك، وهو له نظم في قواعد أبي حنيفة، وهذا كتاب لا أدري لم أجده، ربما مفقود، إذا وجد سيكون إضافة نوعية. نظم في قواعد أبي حنيفة لشيخ مالكي، وهذا سيكون شيء مهم جدا. وفي كثير من المباحث عندما يكتب ما هو مثلا رسالة مفيدة والمتكلم في أحكام التيمم والمتيمم، يرجع فيها إلى اجتهادات الأئمة، يقول قال الشافعي، قال أبي حنيفة، قال مالك، ويوازن ثم يختار. في الغالب يختار اجتهاد المالكية، ولكن المهم المعرفة الواسعة بالمذاهب، ومحاولة الاستدلال لكل رأي، ومحاولة الترجيح بينها. هذا من الاجتهاد الواسع، مما يسمى بالخلاف العالي. لم يبدأ تدريسه في الجامعات المعاصرة مثل الأزهر إلى غيره إلا في أواسط القرن العشرين، لم يبدأ مبكرا، ونحن هنا نتحدث عن آخر القرن التاسع عشر. وكان يقول الشريعة المطهرة جاءت عامة وليس مذهب أولى بها من مذهب. رابعا التوسع في اعتماد قاعدة التيسير، وهذا عندنا فيه كثير من النصوص. يقول مثلا اعلم أن العلم إذا اتسع قل الإنكار، وإذا ضاق أكثر الإنكار أي إكثار، وقد قالوا لا تجعل حظك من العلم إنكارا، ولا يكن يوضعك بين الجلساء استكبارا. وبعد أن ذكر تسامح الصحابة مع بعضهم في مسائل الخلاف قال وما ذلك إلا لاتساع علمهم، وعلمهم باتساع ما منه العلم الذي هو الكتاب والسنة. وأخيرا في هذا اعتماد فقه واقعي يعطي مكانة خاصة لأصلي العرف والمصلحة، وهذا رأينا النص السابق والذي يقول فيه ومن لم يعرف أن انتقال العرف كانتقال الزمن فهو في العلم كالزمن، ومن حكم في حكم جديد بعرف قديم فهو كالعديم. وهنا هذا نص آخر، ولكن أنا أريد أن أتجاوزه لأتي بمثال وبه ربما هذا مثال مهم جدا يبين كيف ينظر إلى فهم النص. أنتم تعرفون بأن زكاة الإبل كما في زكاة الغنم كما في زكاة البقر هناك إذا أردنا أن نقول هناك أنصبة، وهناك كل نصيب ما تجب فيه الزكاة. فمثلا في الإبل أنتم تعرفون بأن من دون 24 من الإبل فيها شاة، من 5 إلى 24، من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض، ومن 25 إلى 35 فيها بنت لابون، ومن 25 إلى 60 فيها حقة. والحقة التي لها 3 سنوات، وبنت لابون 2 سنين، وبنت مخاض 1 سنة. هذا متفق عليه لدى الفقهاء جميعا، بل فيه نص أنس عن أبي بكر الصديق أنه لما كتب له كتابا لما أرسله إلى البحرين قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة
عدد هذه الأمور على المسلمين. هذا المثال هو الزكاة. فالشيخ ماء العينين لما ناقش هذه القضية في دليل الرفاق، وقد كان شيخنا قد حدثني في هذا الموضوع، حدثنا في آخر مرة، فهو يذهب إلى أنه العبرة فيها ليس بالسن وإنما بالقدر. فإذا كانت ناقة لها سنة لكنها كما يقول في الحديث حقة طروقة الجمل، إذا كانت في سنة طروقة الجمل وتحمل فتجزئ أيضا عن ما دون إلى 60، وليس من الضروري أن تكون ذات 63، لأنه يقول العبرة بالعمق وليس فقط بعدد السنوات. يقول فإذا وجدناها طروقة الفحل على عام، على سنة واحدة، كما هو كثير في الصحاري ومشاهد كثيرا، نقول لا نأخذها حتى تأتي عليها 3 سنين ولو كانت تحتها ولدها وفي بطنها واحد. هذا مما لا يقوله ذو معرفة، وهو من الجمود على النصوص مع الجهل بالمنصوص. يقول هذا الجهل من وما ذلك إلا لاختلاف البيئات، لا سيما أهل الحضارة الذين لم يجولوا في البلاد. يقول أهل الحضارة لا يعرفون الإبل متى تحمل ولا القمر الإبل، لذلك هم عندما يفتون لأهل الإبل يخطئون في الفتوى. ويحذر الشيخ ماء العينين من الادعاء بأن هذا الاجتهاد معارض للنص النبوي المحدد للواجب في زكاة الحيوان. يقول واحذر هداك الله أيها الواقف على هذا الكلام أن تظن أنه معارض للنص وتقول إن الكتب حدوا الأسنان بكذا وكذا، لا وكلا ولا معارضة، بل إنما هو تبيين للنص والمراد به، لأنه حيث وجدت الصفة وجد المراد. هنا يستدعي مفاهيم والقواعد الأصولية. ثم يقول ولأن الحكم إذا ثبت لمعنى فإذا زال المعنى زال الحكم. هذا الاجتهاد يكفي في أن يبين سعة التجديد لدى الشيخ ماء العينين، وبه أكتفي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أهلت العناية الربانية الشيخ للطريق الذي سار فيه حتى امتلك مقومات الريادة والرسالية بعلو همة بالغ في العلم والعمل والسعي لإيصال الخير إلى الغير دون كلل ولا ملل، كما حباه الله بمؤهلات ذاتية لقيادة محيطه والتأثير في بيئته وتوجيه الجميع على بينة من الله، راعيا للمقاصد الشرعية وباذلا للجهد في إعلاء كلمة الله تعالى. تم ذلك في حركية مرنة متواصلة أفقيا اهتمت بعامة الناس رأفة ورحمة، تعليما وتهذيبا وتوجيها وحفزا للهمم، حتى أخرج منهم جيلا فريدا أبيا مقاوما للمعتدين كما قاوم نزعات الدعة والركون النفسية، وعموديا ارتقت إلى إسناد الحكام إشارة ونصحا حركية متألقة تألق صاحبها بما أتاه الله من وضوح الرؤية وسلامة الطوية، سمت على اعتبارات الزمان والمكان فبلغت المدى في كل ما تيسر من صنوف العطاء والبذل والإحسان. وحيث إن قيم الإحسان متعددة أعلاها إحسان العلاقة مع الله سبحانه وتعالى الذي كان الشيخ فيه مثالا قولا وعملا بشهادة الثقات من معاصريه، فإن ما دون ذلك من صور الإحسان امتد ليشمل كل ما طلب الشرع فيه إحسانا، وقد كانت له أيضا اليد الطولى فيها بحسب الإمكان البشري. إن رصد قيم الإحسان في شخصية الشيخ رحمه الله والاستدلال عليها بالنماذج الحية والمواقف الجلية التي تبرزها من شأنه الإسهام في تقريب أنموذج حي لأحد عظمائنا الأفذاذ، وفاء لقدوات السلف وإقرارا بسبقية الشيخ في محيطه وعزته بمصدر العزة وهو الشرع القويم، وحرصه على الإحسان في سائر مناشطه أفقيا وعموديا كما ألمحنا سابقا. نشأ الشيخ رحمه الله على معاني الرفعة وأخلاق أهل الفضل والكرم، واستوفى تحصيل العلوم والمعارف الشائعة في بيئته مع ترق في سلم التربية الروحية، وكان من الطلبة المحظوظين القلائل الذين لم يشقوا كثيرا في طلب العلم، لم يتغرب ولم يرحل في طلب العلم إلى أي بلد كان، منتفعا من قوة الحافظة التي وهبه الله تعالى، فقد كان حديد الفهم سريع الحفظ ملتهب الذكاء، وأسهم في توجيه محيطه وأثر في مجريات أحداث بيئته، وشارك في تدبير وصياغة مشاهد ومواقف كثيرة،
حتى بلغ الغاية من مكارم الأخلاق وسمو الشمائل وعظيم الخصال وجليل المواقف، وغالب من تحدث عنه من الأعلام يذكره بإعجاب كبير. ولما كان رحمه الله بالمكانة التي أهله الله لها من العلم والمعرفة والاستقامة والشهرة والجاه العريض والذب عن الحرم وصيانة الأعراض والأرواح وإيقاف حياته على المقاومة والجهاد في سبيل الله والسعي في تحرير بلاده ووطنه من الغزو واستيلاء العدو عليه، فقد كتب الكاتبون وبحث الباحثون والأخلاقيون في أخلاقه والأدباء والشعراء في تخليد ذكره والثناء عليه، مما يدل على أن الرجل وضع الله له القبول في الأرض وبسط له فيها في الطول والعرض، وكان ذا حظ عظيم ومكانة في النفوس ونفوذ واسع لا يطمع فيه طامع ولا يدفعه دافع ولا ينازعه منازع. قرضه عظماء زمانه وعلماؤه وأولياؤه شرقا وغربا نظما ونثرا، ووصفوه بالصفات الاصطفائية والكمالات البشرية علما وورعا وزهدا وولاية وصبرا واحتمالا ونزاهة وتواضعا وإنفاقا وإنصافا وتدبيرا وعقلا إلى غير ذلك من صفات الكمال التي تواترت عند أهل زمنه حتى صارت عندهم من قبيل الأمور الضرورية. فهو شريف غريب مجاهد غيور على دين الله متقلد بألوف يعلمهم لوجه الله ويطعمهم من عنده، وهو ركن الإسلام في الصحراء، وهو في نفسه عاش نصوحا للمسلمين، وهو قيوم على مصالحهم ورع عن أموالهم، شيخ عظيم من شيوخ المسلمين وعالم كبير العلم بين العلماء ومكافح قليل النظير فارق بلده في سبيل الله. أسعده الحظ فنال ما ربما إذا سمعه من لا يعرفه يستغربه أو يعده من البهتان، فمجده مضطرد وحظه في ازدياد، ودهره يتقرب إليه في مطلع شمس كل يوم بحظوة جديدة، مع كرمه الجم وزهده في الاقتناء، إلا ما كان من الكتب. هذا طبعا كلام الشيخ المختار السوسي رحمه الله. إلا ما كان من الكتب فإن له نهما غريبا في تحصيلها، والشيخ ممدوح كثيرا من الصحراويين ومن الحضريين الفاسيين فمن دونهم. والحاصل أنه كان شخصية عظيمة إلى الغاية في عصره وفي مصره، وأخوف ما أخاف بعد أن تشتت أصحابه وانتهت خزانته أن يبقى غفل من تاريخ خاص مسهب يستوفي من أخبار حياته الطويلة ما لا ينبغي أن يحرمه التاريخ. طبعا نرجو أن يكون هذا المؤتمر محطة من محطات تحصين هذا التاريخ الثر وهذا العمل. نعم أكثر على كل حال أنتم إذن سأمضي في هذه 5 دقائق إلى ذكر بعض قيم الإحسان على سبيل التمثيل طبعا، أو يعني وليس الحصر، استجابة لأمر المسير. سأذكرها على شكل عناوين. من قيم الإحسان في شخصيته إعلاء شأن التوحيد، طبعا توحيد الله سبحانه وتعالى، فقد كان حريصا عليه وعلى تصحيح الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إعلاء شأن السنة والدعوة إليها والإنكار على المقلدين، الحض على الاتباع، اليقين في الله سبحانه وتعالى، في وصيته لأبنائه يقول: إني نظرت يا أبنائي يمينا وشمالا فلم يجد لكم ناصرا ولا معينا ولا حافظا ولا مسلما إلا الله تعالى، فهو خير الناصرين والمانعين والحافظين والمسلمين، فتوجهوا إليه وتوكلوا عليه يكفيكم ما أهمكم ويعطيكم ما أردتم. ملازمة الاستقامة، وهنا قد سئل تلميذه الشيخ أبو العباس أحمد الشمس عن كراماته فأجاب بالقول: إن الكرامة التي لا غبار عليها ولا نزاع فيها هي الاستقامة والثبوت عليها وعدم التزحزح عنها من عهد الصبا إلى الشيخوخة. وكان يوصي بما تقتضيه الاستقامة فيقول: نوصيكم جميعا كأنفسنا بتقوى الله تعالى ودوام ذكره والإعراض عن كل الله والصبر والشكر ومحاسبة الأنفاس في الأوقات لتحسم عنها مادة الإحساس. كونوا عباد الله إخوانا، تعاونوا على البر والتقوى وعلى ما يستحسن في الشرع أعوانا. ونوصي الجميع بتقوى الله تعالى ودوام ذكره والاستقامة والتوافق والتراحم بينهم وعدم الشنائن والصبر. طبعا العزة والأنفة، وهذه قد شهد له موقفه لما زار مراكش، وقد أنزل بعرصة المأمونية قرب باب الرب، وهي عرصة لجانب المخزن عظيمة وعليها أبهة السلطنة ونخوة المملكة، فأخبره مخبر بأن هذه العرصة ينزلها سفراء الروم إذا قدموا على السلطان،
فنهض وخرج منها في الحين وامتنع من النزول فيها، فأمر السلطان بإنزاله في دار الوزير سيد أحمد رحمه الله في المحل الذي نزل فيه قيد حياته. كان يقول إن العبادة يوصي بعبادة الشكر، تعلقه بالمسجد ومواظبته عليه. قد نقل ابن الشمس عن ابن ميابة قوله: ما رأيت مثل شيخنا في المواظبة على إتيان المسجد مع ضعفه وكبر سنه، فتبارك الله. تنبيهه إلى أن كل طاعة توصل إلى الله تعالى يحسن الاشتغال بها، عنايته بالعلم والتحصيل، هذه كلها عناوين، وكل عنوان تحته بعض الكلام يعني منسوبا إلى مصدره. تواضعه واحتفاؤه بتلاميذه، ثناؤه على مريديه، اللطف بالمقصر. كان يقول رحمه الله: من الجهل المحض احتقار عبد اعتنى الخالق تعالى بإخراجه من العدم إلى الوجود، فإن الحق تعالى ما أمرك أن تحتقر عبدا من عبيده بسبب مخالفته، وإنما أمرك أن تنكر أفعاله المخالفة للشرع وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وأنت غير محتقر له. صبره على المصائب والشدائد، حسن الجواب كما ذكر، طهارة مجلسه، المساواة بين الناس وصرف النظر عن الوشايات، تحذيره حاشية السلطان من الجبان والبخيل والحسود. كان يقول: إياكم أن تقربوا من السلطان جبانا أو بخيلا أو حسودا، فالجبان يمنعه من الإقدام، والبخيل يمنعه من أفعال الكرام، والحسود يفسد عليه الرعية بالتمام. قبول الاشتراط بما يجمل في بيعة التربية، إكرامه لأصهاره من مريديه، التنظيم الدقيق لحاضرته، ترتيب القضاة، توحيد القبائل وتنظيم الجهاد، إيواء وكفاية المؤونة لمن ألجأت الظروف إلى حاضرته. وقد كان يأمر أبناءه أن لا يسألوا أحدا أتاهم عن نسبه ولا أصله، بل يعطوه مما أتاهم الله سبحانه وتعالى. الأمر بالاكتساب، الشفاعة والإنصاف، وقضيته مع الشيخ الكتاني شهيرة، وقد تكلم عنها صاحب التنبيه يعني أبو 20 لما شفع له لدى الملك. النصح برعاية حق الرحم، تكرار الوصية منه بالمروءة وحسن الخلق. كانت تلكم رحلة ماتعة في رياض الإحسان من خلال استعراض سيرة علم فذ تعدى إحسانه غيره حتى انتفع به خلق كثير من معاصريه، نصحا وإرشادا وتربية وتعليما وتوجيها وبذلا وعطاء وغير ذلك من قيم الإحسان التي لا تنحصر. رام من كل ذلك رضا الديان سبحانه وتعالى، وما تزال ظلال إحسانه تتجلى على كثير من محبيه وذريته بما قدمه من أسوة صالحة وقدوة تغري بالاتباع والسير على نهجه في توحيد الله تعالى وتوحيد كلمة المسلمين وتوجيه جهودهم إلى هدف واحد، هو عبادة الله تعالى والافتقار إليه سبحانه، والدعوة إلى الالتزام جادة الصواب وفق ما يرسمه الشرع الحنيف. أعتذر طبعا عما قد يكون أثر الورقة، وختاما لا أدعي أني سطرت فيها استقصيت فيها ما ينبغي استقصاؤه، وهي فرصة في الحقيقة لأن تجمع هذه الأعمال إن شاء الله تعالى. بقية مطلب وهو قديم جدا رافق تأسيس كلية العلوم الشرعية أو كلية متعددة الاختصاصات في السمارة، أني كنت توجهت إلى بعض المشايخ من أعلام الأسرة بأن يجعلوا إحدى الدور في الزاوية مكتبة يأوي إليها الطلبة. الآن طلبة الكلية أكثر من قريبا من 3000، والدار أو الزاوية تكاد تكون مهجورة، وقد كنت طلبت ذلك وألححت فيه وتواصلت مع كثيرين، ولكن مع الأسف لم يستجب لي ذلك، وإنما أضمه إلى التوصيات التي طرحها الدكتور خالد الصمدي، والحمد لله رب العالمين. وقد استند مشروع كوبولاني الذي بسطه في عدة تقارير مقدمة إلى السلطات الاستعمارية الفرنسية حول النقاط التالية التي أسقها باقتضاب شديد: النظر إلى مجتمع غرب الصحراء المشكل من قبائل بيضان الذي يسميهم ليمور والطوارق بأنه مجتمع مقسم مفكك يعاني من الصراعات والتناقضات الداخلية، بما يقتضي أن تقدم رسالة الاستعمار بكونها مشروع تهدئة وتأمين باسيفيكاسيون في منطقة تعاني من الحروب والفتن. ثانيا، دمج المستعمرة الجديدة في المنظومة الاقتصادية الفرنسية في غرب إفريقيا بما سيعكس إيجابا على حياة السكان ويوثق روابطهم بالنظام الاستعماري. الاعتماد على الطرق الصوفية في انتزاع ولاء السكان لفرنسا
باعتبار ميلها إلى السلم والمسالمة وتأثيرها القوي على وعي وخيارات السكان. خامسا، إدارة بلاد البيضاء من المراكز الجنوبية المستقرة والمؤمنة، بما يعني فصلها عن محيطها الشمالي وربطها عضويا بالعاصمة الاستعمارية الفرنسية في سان لويس. وهكذا حاول كوبولاني استمالة مشايخ التصوف ورؤوس قبائل الزوايا العالمة لهذا المشروع بتسويق فوائده الاجتماعية والاقتصادية من أمن ورفاهية تجارية، وتقديمه بأنه لا يستهدف الدين والعقيدة، ومن ثم فإن الحالة الاستعمارية تختلف في العمق عن مسألة الحروب الدينية التقليدية التي هي الخلفية الناظمة لأحكام الجهاد في الشريعة الإسلامية. وهكذا يمكن القول إن النخب الدينية في بلاد البيضان اختلفت فيما سمي بنازلة النصارى وفق آراء ثلاثة كبرى تعبر عن السياق التراثي لموضوع مداهمة الكفار لبلاد الإسلام. وهذه الآراء هي الهجرة على الأرض التي احتلها الغزاة إلى بلاد الإسلام الأخرى، خاصة الخلافة الإسلامية عاصمتها الإستانة وبلاد الحرمين. وإلى هذا الرأي ذهب عدد من العلماء مثل محمد حبيب الله بن مياب الجكني والشيخ محمد أمين بن زيني القلقمي. الرأي الثاني هو المهادنة والمصالحة للضرورة، وقد اشتهر هذا الرأي لدى الشيخين الجليلين الشيخ سعلبو والشيخ سيدي بابا، ويستند الرأي لمجموعة من الأدلة الشرعية من بينها وجوب المهادنة عند غياب شروط الجهاد، ووجوب طاعة المتغلب أيا كان ولو كان غير مسلم، بالإضافة إلى متطلبات الأمن والسكينة التي لا تتحقق راهنا إلا في الوضع الاستعماري. وقد سأظهرت بعض النصوص لهذين الإمامين الكبيرين. أما الموقف الثالث فهو الرأي الشرعي المتعلق بوجوب الجهاد في حال دخول الكفار بلاد الإسلام، وهو الرأي الذي ذهب إليه جل أمراء هذه البلاد وعدد كبير من علمائها. إلا أن موضوع الجهاد طرح 3 عقبات كبرى نبه إليها العلماء الذين راعوا معايير المصلحة والواقعية. وهذه العقبات هي أولا غياب إمام شرعي تنعقد له بيعة الجهاد وفق ما قرره علماء الشرع في أحكام مدافعة الغزاة من غير المسلمين. وثانيا ضعف الإمكانات وقلة الحيلة والجهد في مقابل قوة المستعمر العسكرية والاقتصادية. وثالثا تشتت الصفوف وغياب الأمن وطغيان الفتنة والحروب القبلية والأهلية. إن أهمية مشروع الشيخ ملعينين الجهادي تكمن حسب اعتقادنا في كونه قدم حلولا عملية ناجعة لهذه العقبات والإشكالات المطروحة، بما يسمح لنا بالاستنتاج أن شروط الجهاد ومتطلباته لم تتحقق إلا في الحركة الجهادية التي أشرف عليها الشيخ ملعينين ورعاها منذ حصار النيملان سنة 1906 إلى وفاته سنة 1910 بعد استكمال السيطرة الفرنسية على موريتانيا الحالية. لقد استند مشروع الشيخ ملعينين الجهادي على المرتكزات التالية: أولا العمل على توحيد أركان بلاد البيضان بجمع كلمة أمراء وشيوخ ورؤساء القبائل، وعيا بأن الجهاد يتطلب الاندماج والتوحد تحت راية واحدة. وهذا ما سأظن يتحدث عنه الأخوان محمد مختار والسعد وعبد السلام والحرمة في حديثهم عن غزي ركاب المشهور. ثانيا حل مشكلة الإمامة الشرعية من خلال البيعة الشرعية لسلطان المغرب إماما للجهاد مطاع الرأي. ومعلوم أن الشيخ ملعينين عاصر عن قرب كما ذكر بالأمس 5 من الملوك من السلطان مولاي عبد الرحمن إلى مولاي عبد الحفيظ، وكان له دور معروف في البيعة المعقودة لمولاي عبد الحفيظ، والتي كان من أساسها مواصلة الجهاد والوقوف ضد الحماية. وقد استظهرت أيضا بعض هذه النصوص التي تحدثت عن هذه الفكرة. وصلت إذن حركة الجهاد مداها في شمال موريتانيا من أكجوجة إلى أدرار وتيرس، وكانت بقيادة الشيخ حسن بن الشيخ ملعينين الذي انتدبه الشيخ لهذه المهمة
التي كلفت الفرنسيين خسائر جمة في الأفراد والعتاد قبل احتلال أطار في يناير 1909 الذي تلاه انتقال المعارك إلى الصحراء، وعلاقة الشيخ من العينين بمولاي عبد الحفيظ معروفة لا تحتاج إلى بيان. ثالثا، التأصيل الشرعي لموضوع الجهاد لحسم الجدل المتعلق به بين علماء المنطقة، بما هو واضح في عدة رسائل كتبها الشيخ من العينين، ومن أشهرها كتاب هداية من حار في أمر النصارى. وقد بسط هذا الكتاب الأدلة الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال العلماء على وجوب الجهاد على أهل هذه البلاد. وقد أظهر الشيخ في هذا الكتاب حسا استراتيجيا ثاقبا بالإضافة إلى العمق العلمي والفكري. وما بينه الشيخ هو أن واجب الجهاد ليس خاصا بالمجموعة التي يداهمها العدو، بل على الإقليم كله. ولقد اعتبر أن العلاقة مع العدو لا تدخل في باب العهد والمعاهدة، منتبها إلى خروج الظاهرة الاستعمارية عن أحكام التعايش التي قننها الفقهاء لكونها تهديد خارجي يستهدف الأمة بكاملها. أطرح في الأخير السؤال التالي: هل أخفق مشروع الشيخ من العينين في الجهاد في بلاد البيضاء؟ لا شك أن المقاومة الكبرى الجماعية ضد الاستعمار في موريتانيا تعرضت لضربة قاصمة بعد احتلال أدرار سنة 1909، كما أن قاعدتها الخلفية شمالا انحسرت بعد اتفاقية الحماية التي وقعت سنتين بعد وفاة الشيخ، أي سنة 1912. إلا أن جذوة الجهاد البيضاني ظلت حية في هذه البلاد بعد هذه الأحداث. وقد تولى خلفاء الشيخ من العينين من أبنائه من أمثال الشيخ أحمد الهيبة وأخيه مربي ربه هذه المهمة في الفضاء العصي على السيطرة في تيرس وبلاد السوس والصحراء، بما يعني أن بلاد البيضان بعد الحماية أصبحت هي القاعدة الأساسية للمقاومة، بعد أن كانت الجبهة القصوى لحركة الجهاد المتمحورة حول المراكز الحضرية الشمالية. وذلك تحول نوعي في مفهوم الجهاد واستراتيجياته، ولكن ليس هنا مجال التعرض له. وشكرا. الشيخ من العينين كما قلت لكم هو من بين 6 من أبناء الشيخ محمد فاضل الذين توجهم بعمامة المشيخة. 6 من أبناء الشيخ محمد فاضل من بين 54 ولدا هم وحدهم الذين قدمهم في الطريقة القادرية الفاضلية وأرسلهم لكي يبثوا هذه الطريقة وينشروها بين الناس. الشيخ ماء العينين تربى إذن في وسط قادري فاضلي، كان والده من العلماء المعدودين وكان من أكابر المشايخ، حتى إنه هو تنسب إليه الطريقة ويقال الطريقة الفاضلية. وهنا نجد أنها تتميز عن الطريقة القادرية عموما بمجموعة من الميزات. من أهم ميزاتها هي أنها تجمع، هي طريقة تعتمد الذكر ما يسمى عند الصوفية بالذكر المفرد. وتعرفون أن الذكر المفرد أي كلمة الله الله فقط أنها أثارت جدلا بين علماء منذ القديم. كثير من اعتبر أن هذا ليس جملة، وبالتالي لا يمكن أن يكون ذكرا، لأن الذكر يجب أن يكون جملة تامة المعنى لها دلالتها. وبعضهم قال إنها جملة، وفي هذا الصدد يقول الشيخ ماء العينين، يقول أحد العلماء راجع إلى الشيخ ماء العينين يقول الشيخ أحمد بن معالي، وهو طبعا متصوف قادري فاضلي عن طريق الشيخ التراد بن العباس، والشيخ التراد أخذ عن الشيخ سعد بوه بن الشيخ محمد فاضل عن والده. يقول هذا الرجل، ولنذكر هنا حكاية عن الشيخ ماء العينين، وهي أنه قال إنه سأله رجل عن الذكر باسم الجلالة المفرد، هل له في القرآن نص يؤخذ منه جوازه أم لا؟ فقال الشيخ ماء العينين للسائل: هل تحفظ القرآن؟ قال له: نعم. قال: هل فيه أمر بالذكر؟ قال: نعم كثير. قال:
فيه قل هو الله أحد وغير هذه من الآيات؟ قال نعم. قال قف ثم أسألك إن قال لك شخص تنادي لزيد ماذا تقول؟ قال أقول يا زيد أو زيد بحذف حرف النداء، وجزيت عني خيرا فإني فهمت ما قصدته. إذن من خصائص هذه الطريقة إضافة إلى التسلسل في الآباء ما يسمى بالذكر المفرد. من خصائصها أيضا الذكر جهرا. فالذكر جهرا تعرفون أن الإمام مالك وكثير من أعلام السلف كانوا لا يحبذون الذكر جهرا، ويقولون قولة المشهورة إن الله يسمع السر والنجوى، ولكن عندما ذر القرن الثاني الهجري وبدأت علامات الساعة وفي المال وفي الدنيا تأخذ مكانها في حياة المسلمين، وظهر ما يسمى الزهاد، عندئذ كان من أهم الوسائل لنقل الناس إلى العبادة إلى الله هو الاهتمام بهذه المسألة، أي الذكر جهرا، لأنه ينشط القلوب، خاصة الذكر جهرا إذا كان في جماعة. وثالثا المسألة الثالثة هي المؤاخاة بين الطرق، وقد تحدث عنها الإخوة قبلي، ولذلك سوف أطويها طيا. طبعا سأطوي الكثير طيا. طبعا هنالك مسألة لا بد أن نتوقف عندها قليلا في تصوف الشيخ محمد ماء العينين، وهي أنه كان من العلماء القلائل الذين أجابوا سؤال الشيخ محمد بن حنبل الذي طرح في منتصف القرن أو في سبعينيات القرن الثالث عشر، فقال: يا خائضين علوم يا بحور العلم، مسألة عنها أجيب بأفهام سنياتي، عن اشتغال شباب العصر كلهم عن العلوم بأوراد سنياتي، هذه نعمة في الدين نحمدها أم هي في ديننا إحدى المصيبات؟ أجابه الشيخ مال العين فقال: هذا وأوراد أهل الدين قاطبة لنعمة، والعلوم نعمة تاتي ليس بأختين، كان الجمع قد حرما إن اجتماعهما أسنى العطيات، لكنهم فرقوا في البدء بينهما في ثالث بعد بحث واختلافات، فالبدء بالعلم للذي نفسه طهرت أولى، وذاك كأدراع حصينات، ومن تكن نفسه بالانهماك عصت، فالبدء أولى بأوراد سنيات، وبعد ذلك فالرجوع مكرمة للعلم، إذ علمنا سبل الهدايات، صلى الله وسلم رب الخلق أجمعه على الذي طرقه أسنى الطريقات. إذن نتوقف نطوي كما قال الأستاذ المشرف على هذه الجلسة، نطوي هذا القسم الأول طيا، وننتقل إلى القسم الثاني الذي هو ما يتعلق بفقه الشيخ ماء العيني. طبعا عاش الشيخ ماء العيني في محيط مالكي في نسخته القاسمية، يلتزم بقرار العلماء منذ القرن الخامس الهجري بإغلاق باب الاجتهاد، والاجتهاد كما قال النابغة غلاوي في بلاد المغرب طارت به في الجو عنق غربي، فصاحباه أي الاجتهاد المطلق والاجتهاد اجتهاد المذهبي، فصاحباه اليوم من سياني فذكره وحذفه سياني. لم يصرح الشيخ ماء العينين حسب ما اطلعت عليه من فتاويه بأنه يعتمد منهجا اجتهاديا. يقول ابنه ومريده الشيخ محمد الإمام: كان شيخنا الوالد رضي الله عنه يحض على اتباع ظاهر الشرع والمتواتر من النصوص، ولا يحب الخلاف في الدين والتعصب للآراء والرجال والرجال عفوا، وكان لا يحجر على أحد
في أمر يجد فيه وجها شرعيا لجوازه، غير أن فتاويه التي طلعت عليها طبعا تنبئ عن مسعى اجتهادي لا يريد التصريح به جهارا فيما يبدو، ولكن يراه من فرض الوقت الذي لا خيارة له فيه، فكان يعمل بنوع من الاجتهاد أو نوع من التبصر المرجوم بضوابط المذهب المالكي. يتجلى ذلك في السعي في التأصيل رجوعا إلى الأصلين، النص والقرآن والسنة، في التنقل بين المذاهب المتشعبة، وعدم التعصب إلى أعمال المذهب المالكي، الذهاب إلى الترجيح والاختيار والتخريج. هذه الآليات الثلاثة، الآليات الثلاث المعروفة عند علماء ما بعد علماء مجتهد المذهب. ترجيح أي عندما يكون هنالك خلاف، عندما يقع الخلاف، الاختيار عندما يكون تعارض في الأقوال، التخرج عند وجود مماثلة في العلة بين فرع وفرع. هذا يبدو أنه اعتمده في فتاويه. ثالثا اعتمد النهج المقاصدي إلى حد ما، يساير الأحوال والظروف، يراعي الضرورات ويجنح إلى عدم العنات. لذا نجد في فقه الشيخ مال العيني 3 ميزات. أولا قبول العلماء له. أنا عندما جردت كثيرا من الفتاوى في كل هذه المنطقة التي سميتها غرب وجنوب غرب الصحراء، التي تبدأ من قليميم في اتجاه تندوف، في اتجاه كيدال، في اتجاه سيغو، في اتجاه فتات جالون، وتضم كل هذه المنطقة، وجدت أن العلماء في هذه المنطقة يرجعون إلى أقوال وآراء الشيخ مال العين. مثلا عندما نستمع إلى العالم الجليل والشيخ الكبير التجاني الحاج مالك سي في حضرة تيواون، عندما يتكلم في فتوى له حول زكاة قرت لا أعرف ما اسمها باللغة العربية، فستق الفول السوداني، عندما تكلم عن زكاة هذه المادة لأنه كان يذهب إلى عدم زكاتها، قال ما نصه: أما ما اختلفوا فيه من النبات، قال يقول وفي دليل الرفاق على شمس الاتفاق للشيخ مال العينين، وأما ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الأصناف الأربعة التي ذكرناها، فهو جنس النباتات التي لا تجب فيها الزكاة. فمنهم من لم يرى الزكاة إلا في تلك الأربعة السالفة فقط، ومنهم من قال الزكاة في جميع المدخر المقتات من النبات، ومنهم من قال الزكاة في كل ما تخرجه الأرض ما عدا الحشيش والحطب والقصب. هذا رجل من أهل منطقة السنغال. الشيخ مال العينين اهتم مبكرا بالموافقات. يقول الشيخ مال العينين في مقدمة الكتاب ما نختصره كالتالي أستشهد: إنه لما تفضل الله علي، يقول الشيخ، بكتاب الموافقات للشاطبي عام 1306 للهجرة، ولم يذكر هنا لا اليوم ولا الشهر، ولذلك نقدر بالتقدير الميلادي أو بالتقويم الميلادي أنها سنة 1888 أو 89. ويقول الشيخ: ولم يكن له قبل ذلك في ناحيتنا هذه أثر ولا بلغ أحدا منه له خبر. طبعا الشيخ رحمه الله لا يذكر لنا الملابسات والسياقات التي جعلت الموافقات تصل بين يديه، ولكنه يذكر لنا بعض المعلومات المهمة جدا. المعلومة الأولى هو تاريخ التوصل بكتاب الشاطبي كما مر معنا. ويقول صاحب معجم المطبوعات، يعني من بين الذين كتبوا عن المطبوعات، يقول صاحب معجم المطبوعات عن الموافقات أنه طبع أي الموافقات بمطبعة الدولة التونسية سنة 1884، وطبع الجزء الأول بقازان روسيا سنة 1909. بمعنى حسب علمنا والله أعلم أن أول طبعة للموافقات كانت سنة 1884،
هذه الموافقات التي وصلت إلى الشيخ ماء العينين بعد 4 سنوات، ولعلها أقول ولعلها الطبعة التونسية التي وصلته. المعلومة الثانية المهمة أن هذا الكتاب لم يكن معروفا أو على الأقل لم يهتم بها أحد في هذه المنطقة التي كان يمشي فيها الشيخ ماء العينين، بمعنى المغرب العربي على الأقل. نحن نقرأ في مقدمة يعني أفضل الشرح كما يقولون للموافقات هو الشرح عبد الله دراز، رغم أن الكثير اشتغل على شرحه، ولكن يقولون أن أفضل الشرح وهو الشرح عبد الله دراز المتوفي سنة 1932، وهو تلميذ محمد عبدو. يقول: كثيرا ما سمعنا وصية المرحوم محمد عبدو، وهو معاصر للشيخ والشيخ أكبر منه، توفي سنة 1905. وصية الشيخ محمد عبدو لطلاب العلم بالاهتمام بالموافقات أمر. ثم يقول: وقد وصلنا الموافقات بخط مغربي من بعض الطلبة. فمن خلال هذه المعلومات، وهذه معلومة مشهورة جدا في تاريخ الفكر، أن الشيخ محمد عبدو هو أول من أوصى بكتاب الموافقات. ولكن عندما ننظر نجد أن الشيخ ماء العينين اهتم بكتاب الموافقات احتمالا قبل الشيخ محمد عبدو، وتأكيدا نظمه وشرحه ودرسه ودرسه قبل عبد الله دراز تحقيقا يعني. ولكن هذه المعلومة في الحقيقة يعني متجاهلة خاصة في المشرق العربي وحتى في المغرب. ولا أدري، يعني هناك مقولة كبيرة للشافعي يقول: إن الليث، حتى لا نقارن نقول يعني إن الليث بن سعد، وهو توفي في حوالي 191-194 هجرية، معاصر الإمام مالك، أفقه، ولكن خذله تلاميذه. ونجد معاصرا آخر وهو الفرنسي ريجيس دوبغي في كتابه ترانسمتر يقول أن التلاميذ غالبا ما يصنعون الأستاذ وليس العكس. ثم هناك بيت شعري يحلو لي أن أقرأه لابن حزم، وهو يخاطب صديقه قاضي قرطبة أبا المطرف، يقول: وقد كان مهمشا ابن حزم: أنا الشمس في جو العلوم منيرة، ولكن عيبي أن مطلعي الغرب. فلعل هذا الذي حدث مع الشيخ ماء العينين. على كل حال تبقى نقطة يعني تحتاج إلى دراسة وإلى حفر، يعني كيف وصل الشيخ ماء العينين، وهذا بالنسبة لي أمر عجب، إلى الاهتمام بالموافقات. ونحن نعلم أن كتاب الشاطبي همش لقرون. الشاطبي ليس أول من تكلم عن المقاصد، أكيد أنه استفاد من الجويني ومن تلميذه خاصة في المستصفى الغزالي، وأكيد أنه استفاد من القرافي ومن العز بن عبد السلام، ولكنه أول واحد في الثقافة الإسلامية الذي استطاع أن يدرس أصول الفقه في إطار مقاصدي، في إطار كلي، بعيدا عن الدليل الجزئي الذي لم يهمله، ولكنه ركز على الدليل الكلي. فأن يصوغ أو أن يصيغ أصول الفقه في إطار مقاصدي ليس بالأمر السهل. وهو قد توفي في أواخر القرن الثامن الهجرة، أواخر القرن الرابع عشر. همش هذا الكتاب ولم يهتم به، رغم أن هناك نظما آخر قبل نظم الشيخ، ولكنه كان نظما بدون أي اعتبار آخر. فالنقطة التي تحتاج إلى بحث: كيف وصل الشيخ بعلمه الكبير وبحكمته إلى كتاب الموافقات في جو كان يسوده الركود المعرفي. الوقت لا يسمح، يعني يقول الشيخ ماء العينين موضحا في مقدمة الكتاب: فأخذته أي الموافقات واستشعرته، لأن الشيخ ماء العينين كان بليغا، واستشعرته بعد أن جعلته دثارا،
إلى أن يقول فشرعت في استخراج منه نظما لعله يفيد من طلب منه علما، فتفضل الله علي بنظمه، لكن تعذر على الغير بعض فهمه، فطلب مني أن أشرحه شرحا يبين معناه لتكثر الفائدة ويسهل فهمه لمن تعناه من المعاناة، لمن تكلفه بمشقة. فشرحته شرحا ما جهدت فيه إلا في الاختصار والتجافي عن منهج الإكثار. الشيخ ماء العينين يصور المراحل الثلاث وهو يقارب الموافقات. المرحلة الأولى مدارسة الكتاب وليست سهلة، ومعالجة دقائقه والصبر على تعقيداته، ثم القيام بنظمه ليستفيد منه طلاب العلم ومريدوه، ثم الشروع في شرحه وفك رموزه. ولعل الطلب كان من تلامذته ورواد زاويته، وقد التزم بالشرح وهو يؤكد لولا الاختصار لفاق النص الأصل. على كل حال هناك فقط بعض المقاربات الزمنية. الشيخ كما يخبرنا أنه تحصل على كتاب الشاطبي في 1888، ثم نعلم أن نظم الموافقات طبع سنة 1906، فبين الزمانين 18 سنة. يخبرنا الشيخ في نهاية الربع الأول من الكتاب، لأن الشيخ احترم منهج الشيخ الشاطبي فسماه القسم والربع إلى آخره. المنهجية التي اتبعها الشاطبي في الموافقات التزمها بحذافيرها الشيخ ماء العينين. ثم يقول لنا أنه أنهى الربع الأول سنة حوالي 1895، وفي آخر خاتمة الكتاب يعود الشيخ ليعلمنا أنه قد أنهى النظم سنة 1893. معنى ذلك يعني باختصار أنه رحمه الله استغرق الشيخ 5 سنوات في دراسة الموافقات ونظمه، واحتاج إلى 12 سنة لشرحه وتفصيله. بطبيعة الحال لم يكن منهمكا على هذا العمل وحده، لأن انشغالات الشيخ والتزاماته كثيرة. هيكلة الكتاب أتجاوزها وهي نفسها هيكلة كتاب الشيخ الشاطبي. يعني نقطة أخيرة، 3 دقائق انتهى الوقت، ممكن دقيقة واحدة. يعني أنا الذي لاحظته من خلال الكتابين اللذين تحصلت عليهما كتاب الشرح وكتاب النظم. أولا النظم لاحظت أنه مقتصر على المقاصد فقط، أي القسم الأول. أما التعليق ولا أسميه التحقيق، يعني من خلال الممارسة المتواضعة، التحقيق عمل كبير. أما الشيخ الذي علق على شرح الشيخ ماء العينين فهو خرج بعض الأحاديث، يعني حاول أن يقارن مع الموافقات في بعض الأحايين، وعلق تعليقات لم تكن موفقة دائما. يعني مثلا، وتسمحوا لي بهذه، وهو الشيخ مشهور بن حسن وهي طبعة الرياض، أما طبعة النظم فكانت طبعة الشارقة. يقول مثلا في المقدمة الشيخ مشهور بن حسن معلق على الكتاب: أما الذي عليه، يعني الذي نؤخذه على الشيخ ماء العينين، فاستطراداته مما هو خارج عن مادة الكتاب من ذكره للكرامات وكثيرا من الشطحات الصوفية كما يقول والخرافات العقدية. وهذا غير صحيح. أنا تتبعت بسرعة خلال أسبوع جميع المواضع التي تعرض فيها الشيخ الشاطبي إلى مواضع صوفية، والشيخ الشاطبي كان صوفيا، وهو عندما يترجم له يقال له الرجل الصالح، وكان ينوي كتابة، لا أدري إن كان قد كتبه كما يذكر في الاعتصام، في آخر الاعتصام، كتابا في التصوف. ففي كل المواضع المتعلقة بالتصوف التزم الشيخ ماء العينين بما كتب الشيخ الشاطبي في الكرامات. وأنا كنت أعتقد أن الشيخ ماء العين سيستطرد في تلك المواضع، ولكنه لم يستطرد حسب علمي وحسب محاولتي في هذا التتبع.
هذه النقطة الثانية بالنسبة للنظم، لأن السيد الرئيس يغضب منا. بالنسبة لطبعة الشارقة، معذرة يا دكتور، هناك أخطاء مطبعية خطيرة. السطر الأول عندما كان مثلا الشيخ ماء العينين يعرف المقاصد، أقرأ أستشهد، ورد في الكتاب قال صاحب الميزان قال ابن جني، وهذا خطأ فادح لم يرتكبه الشيخ ماء العينين، لأن الشيخ ماء العينين يقول قال صاحب لسان العرب، وليس هناك في علمي كتاب في المعجم يسمى لسان الميزان. وكلما بحثنا عن لسان الميزان نرجع إلى كتاب ابن حجر في معجم الضعفاء الذي شرح به كتاب ميزان الاعتدال الذهبي. وشكرا، وأستسمحكم على هذا. فالديوان الشعري للشيخ ماء العينين في مجمله يعبر عن طبيعة العلاقة بين الشيخ ماء العينين وأسرته الشريفة، إذ يحمل في ثناياه صورا تعبر عن صدق العاطفة ورفاهة المشاعر والأحاسيس، وتتجلى هذه العاطفة بوضوح في كثرة تضرعه طالبا لله عز وجل المغفرة والرحمة لأسرته وعشيرته في الدنيا والآخرة. ويظهر ذلك أن العلاقة التي نتحدث عنها بين الشيخ ماء العينين ووالده الشيخ محمد فاضل ابن مامين شملت عشيرته برمتها، فديوانه يشهد بعلاقة متينة كانت تربطه بوالديه كليهما وبإخوته وأخواته أجمعين وبأجداده وعشيرته، وخاصة والد شيخه محمد الأمين المشهور بمامين. ولم تجف علاقته بأبنائه وأزواجه وحتى بجيرانه، فقد مدح جده والد والده محمد الأمين وأجداده الشرفاء وصنفه الصالح المرتفع إلى البيت النبوي، ويمدحهم بمراتب ولاياتهم ومنزلتهم العظمى. فجميع قصائد الديوان تقريبا يختمها بالدعاء لوالديه ولإخوته وأخواته وأبنائه وعشيرته وكذا ومريديه، ولم ينس جيرانه ومن أحبه إلى الأبد. فقد أوردنا بعض الأمثلة يقول: وعندما أبعث أكرمني بما أنت له أهل وذاك تعلما، حتى أرى بأكمل الكمال من الجنان عند رب العالي مع والدي وبني وإخوتي وكل من أحبني وكذا نسوتي. ويقول: واغفر لوالدي وارحم مثل ما لي صغيرا ربياني مرحما، واغفر لإخوتي وكل الأخوات ومن لنا من البنين والبنات. ويقول: واغفر لوالدي والأحباب ولا تقابلن بالعذاب. وقد خصص في قصائده مدح جده بخصائد كثيرة جدا نجاوزها. وهناك عوامل تقوية العلاقة بين الشيخ ماء العينين ووالده، فقلنا أن هذه العلاقة بينهما لم تكن طبيعيا كما عاهدنا بين العلاقة التي تكون بين الابن ووالده. لذلك قلنا وفقا للعلاقة الصادقة بين الأخوة عادة، فهذا الديوان سجل واسع للعاطفة الأخوة بين الشيخ ماء العينين وإخوته، يبوح عن مدى العلاقة الأخوية الرائعة التي كانت تربطه بهم، وإن بعدت بهم المسافة وطال بهم العهد. فعلاقته الخاصة بهم جد متينة وأثيرة، وهو خصال غرسه شيخه ووالده الشيخ محمد فاضل في أبنائه جميعا، وحرضهم على التعاطف والتحابب والحفاظ على العاطفة الأخوية فيما بينهم. وكان يحث أولاده الذكور على الاعتناء والحماية لبناته، ومما كان يقول في هذا الصدد: إني لا أحب أبنائي إلا بحسب إحسانهم إلى أخواتهم وحمايتهم لهن من كل ضيم ورعاية حرمتهن. وقد برزت تلك العاطفة الأخوية قوية وصادقة من خلال القصيدة التي يمدح فيها الشيخ ماء العينين أحد إخوته سيدي عبد الوهاب، يقول له: فتى نشأ طلعة كالبدر منشأه، من نور شمس العلا بالنور وقادة، طلعت في فلك الهدى ومنبت، ثبت التقى بزمام العلم تعتاد، فأنت بدر وأنت الصبح لا وبلا، أنت النهار إذا جداه قد جدا، لا غرو أن لك الشبه الجميل بمن شبه النبي صلاة الله ترتاد. إذن هذه هي تمثل العلاقة الأخوة بينه وبين إخوته، وإن بعدت بهم المسافة. أما العوامل التي جعلت العلاقة بينهما أقوى
فالبعد دافع قوي للحب، فالبعيد عن وطنه غالبا ما يشعر بدافع وجداني يدفعه إلى الحنين إلى من يحبه، بيد أن العلاقة القوية الكامنة بين الشيخ ماء العينين وشيخه لم تخلقه فجوة التنائي بينهما والحنين الذي كان عادة بين قريبين متباعدين، بل يعود جذوره إلى الماضي البعيد حين كان الشيخ ماء العينين صبيا لم يبلغ الحلم ولا قارب، فساعة إذ بايع أباه أحسن مبايعة ولازمه ملازمة الظل لصاحبه، وانقطع إليه عن جميع أهله حتى ظن غريب الأهل والوطن، فلم يزل يتتلمذ عليه ويأخذ منه العلوم الظاهرية والباطنية ويمثل بأوامره، فلم يخالف الرأي ولو مرة. رقاه والده خير الترقية وحلاه بأحسن الآداب والفضائل بعد أن قلاه عن جميع العيوب والرذائل المعروفة عند أهل الصوفة، حتى بلغ الغاية من الفضل والرشاد والعلم، وحين ذلك أجازه والده ونسبه مقرئا ومعلما بحضرته. وبالمقابل كان الشيخ محمد فاضل يكن له حبا كبيرا وينزله منزلة عظيمة ويفرد له مكانة عالية من بين سائر إخوته وأخواته، ولا يتناقض ذلك مع ما روي أنه لم يعرف منهجه التربوي وأسلوبه ترقي العلاقة العاطفية بينه وبين سائر أبنائه، فلم يكن يميز عن مريديه وطلابه الغرباء، بل تربيهم لهم أشد الصرامة لغيرهم. وكان برامجه الدراسية شديدة، وكان يدعو الله على أولاده بعدم مد العمر لمن لم يحفظ كتاب الله وما يجب عليه، وكان يأمر الولد من أهله بالذكر إذا جاوز 5 من عمره. لقد ذكر حفيظه ماء العينين في كتابه شيخ ماء العينين الزوج الأب المربي، يقول فيه هذا العالم أن الشيخ محمد فاضل علق على قول البحتري لما قال بحتري: ولم أرى أمثال الرجال تفاوتت من الفضل حتى عد 1000 بواحد. وعلى المشهورة الشهيرة القائل: رب رجل ب1000. فقال الشيخ محمد فاضل: ذلك الواحد الذي يقوم مقام 1000 رجل هو ابني ماء العينين. لكن هذه نقطة مهمة، بل أراه أنه أهم النقاط الواردة في هذا البحث. هذه النقطة هي: قلت هناك عامل أساسي ساهم كثيرا في توطيد العلاقة بين الشيخ ماء العينين ووالده منذ فجر طفولته، وهو تأثير والدته عليه. فالأم هي المحرك الأساسي لولدها في دمج وخلق نوع من الترابط مع محيطه الأسري والاجتماعي، نظرا لكون الطفل أكثر تعلقا بأمه من أي فرد من الأسرة خلال الفترة الطفولية المبكرة. وقد اشتغل أمه منينة هذا الرابط العاطفي في توجيه ولدها بملازمة أبيه وطاعته، فقد كان والدته توصيه وهو صغير لم يبلغ الحلم ولا حارب على ملازمة والده وامتثال أوامره وتسليم نفسه له، وتخرده على مرافقة من هو أكبر منه سنا وأعلى قدرا وأكثر عمرا. وكان مما توصيه يقول له: يا بني، إن الأولياء ليس لهم أولاد ولا أقارب إلا في الله، فسلم نفسك لأبيك ظاهرا وباطنا، وكن عند أمره ونهيه، واجعله محرك سرك ونجواك، أو واجعله محل سرك ونجواك، ولا يكن بينه وبين أحد، وابذل له جميع ما تملك هدية. وهذه منهج الصوفيين في تربية أولادهم. فقد رأينا نحن في السنغال أن محمد فاضل مبكي ابن الشيخ أحمد بامبا المؤسس للطريقة المريدية يبيع بنوته إلى أبيه بالإرادة، ويقول في ذلك أبيات. يقول شيخ محمد فاضل يوجه أبياتا إلى أبيه شيخ أحمد بامبا، يقول له: أيها الشيخ النفيس المرتجى، يا فاتحا ما قبل كان مرتجى، بعت بنوتي بالإرادة لكم لكي أحظى بقرق عادة، من بعد ما اشتريتموها مني أهديتها لكم من غير من، فلتقبلوها يا ملاذ كرم، لا زلتم بين البرايا علما، بجاه مقدومكم المفضل،
خير الأواخر معا والأول. إذن هذا منهج الصوفيين في تربية أبنائهم. لذلك قلت فقد كان والدته فقد كانت والدته توصيه وهو صغير. قلنا ذلك أنه إذن الوالد هو الأساس المحرك لتوطيد العلاقة بينه وبين الشيخ ماء العينين. لذلك تلك هي اليد القوية القوية في توقيد نيران الشوق والمحبة بين الشيخ ماء العينين ووالده، وهي كانت همزة الوصل بينهما. وحقا 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 وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، ولا أقال العكس صحيح. دقيقة. نوازع الحب والشوق في ديوان الشيخ ماء العينين تجاه والده وشيخه. يبدو أن الحب الذي يشعر به شيخنا الشيخ ماء العينين تجاه شيخه ووالده هو الأساس في استهلال كثير من قصائده التي توحي بعلاقته الوثيقة بأبيه، بالوقوف والبكاء على الأتلال عادة الشعراء والفحول الجاهلين وغيرهم من المحافظين على بنية القصيدة ومضمونها. ومنها قصيدة التي استهلها بقوله: على عين صباحا أيها الربع منعما، وحدث حديثا عن ميم منعما، تنعم تنعم أيها الربع إنما ينعم عيشا من يراك منعما. إذن ويلاحظ أيضا أن الشيخ ماء العينين يطول قصائده إذا كانت تتعلق بالذكر الحوض الشرقي، قصائد طويلة جدا، كما في قصيدته المسمى نور الزمان لمن جال أو يريد الجولان كان له فيما يحب الرحمن. هذا هو عنوان اسم القصيدة، وهي قصيدة طويلة عنوانها تبلغ كعنوانها قصيدة طويلة كعنوانها تبلغ من الأبيات 160 بيت. يقول فيها: جف الكراء عكس الدموع معا دما، صبا وحق لها أن تصب دما. إذن ما دام أن الوقت لا يسمح لنا أن نقرأ كل شيء عن شخصية الشيخ محمد فاضل ابن مامن العلمية في ديوانه، وهناك أشياء كثيرة، وأنه لآثار أو لمؤلفات الشيخ محمد فاضل أيضا له حظ وافر في ديوان الشيخ ماء العينين، فكثير من القصائد يمدح فيها المؤلفات لأبيه مثل الحسن الطريق وغيره من المؤلفات. إذن في القاتمة أقول: قد تجسمت شخصية الشيخ محمد فاضل ابن مامن ضمن ديوان ابنه ومريده الشيخ ماء العينين، وبرزت فيه بروزا جليا يبصره الأعمى ويسمعه الأصم، بل الديوان سجل شعري لجوانب حياة الشيخ محمد فاضل ابن مامن، حيث رسم الشيخ ماء العينين في ديوانه نواحي عديدة من أعمال الشيخ محمد فاضل. إذن ذلك كله ينقص العلاقة بين الشيخ ماء العينين والشيخ محمد فاضل، وهذا ما استوقفني عند قراءة الديوان. وإن شاء الله مرة أخرى وجدت نقطة أخرى مهمة جدا، وهي العلاقة بينه وبين أخيه شيخ سعد أبيه كما نقول، أو شيخ سعد بوه، وهذه حديث له قصة طويلة جدا. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله. الشيخ على جملة من المعالم، منها ما هو منهجي ومنها ما هو تأصيلي، ويمكن أن نتوقف عند 3 معالم منهجية تبدو جلية في سيرة الشيخ. أولها أن الجهاد عنده قائم على إحياء السنن وصفاء العقيدة، ولنا أن نستشهد بنص للشيخ العلامة ماء العينين العتيق يقول فيه عن الشيخ ماء العينين: أحيا السنة وأقام أركانها وأوضح طامس آثارها وشيد منقض أسوارها، فانتدب المكاسل إلى فعل المندوبات فاستنوا جائلين في طرق المسنونات، وتخلقوا بالأخلاق السنية، وتأدبوا بالآداب السنية، وأخضبت رياض الذكر في مجالسهم، واخضلت وزينت بجواهر الطاعات، وعلت مواسمها إلى سائر الآفاق، وفشت في تلك النوادي محاسن الأخلاق. والمتأمل في هذا النص يرى أن المنهج التربوي عند الشيخ قائم على التسنن والذكر وترسيخ فكرة جهاد النفس. ثاني هذه المعالم قائمة على مفاتشة العلماء وإزالة اللبس ومحاربة الخرافة، والحرص على إقامة التصوف على معالم واضحة تجعل سلوك التصوف منطلقا من السنة
ويكفي أن نذكر في هذا الشأن اهتمامه بالعلماء، في شأن اهتمامه بالعلماء ما جرى بينه والشيخ محمد بن محمد سالم الذي طلب منه قراءة كتبه المشهورة كالريان والنهر الجاري ولوامع الدرر، فقرأها جميعا وردها مع تهميشات وتنبيهات. أما محاربته الخرافة فنذكر منها تمثيلا محاربته لاعتقادات وظواهر اجتماعية كثيرة، منها العقدي ومنها ما يعود للعادات السائدة كالتطير بالحيوانات أو الأيام أو الأوقات أو غيرهم. كما عمل الشيخ على إحياء السنن المهجورة كالتراويح التي صلاها بصورة واحدة تخفيفا على الناس، فاستحسن ذلك منه جلة من علماء عصره وصلوا معه مثل أحمد بن محمد سالم وكمال بن البخاري وبارك الله للعتيق. ثالث هذه المعالم انتهاجه لفقه إحياء الأرض وفكرة الإعمار ونزوعه إلى إحياء فقه المدن بما يقتضيه من إحياء فقه الدولة، فقد كانت السمار أرضا مواتا فأحياها رحمه الله بأنواع الإحياء كحفر الآبار وغرس النخيل والبناء. ويفصح الشكل العمراني لهذه المدينة عن استلهام العمران الإسلامي وما يرمز له من الجهاد، حيث أقيمت على معالم ثلاث هي المسجد والقصبة والسور، وإلى جانب ذلك تضمنت المدينة مخازن كبيرة لحفظ المؤونة. أما المعالم التأصيلية فالمراد بها رؤية الشيخ لمركزية الفعل المقاوم، رؤية الشيخ لمركزية الفعل المقاوم وأهم الأدلة الشرعية التي اعتمدها، وتفصيل ذلك في الآتي. أولا حرمة التعامل مع المستعمر الغازي، وهو ما أفصح الشيخ عنه حين بدأ البريطانيون في محاولة إقامة علاقة ودية معه من خلال رسالة بعثوها إليه في السنة 1888 تضمنت تفاصيل ما ينون القيام به، واستهلوها بقولهم إنه لا حكم للسلطان على البلاد، وأن لديهم مكاتبة ومعاهدة مع طرف من بعض أعيان أهل الإقليم لأجل التجارة، وطالبوه بتعيين وكيل ينوب عنه لأجل إعانتهم في إصلاح الأمور، عارضين جملة من الخدمات من بينها بناء دار للسكن وفسح مجال تندوف وتنبكتو أمامه للتجارة، فرد عليهم بما نصوا. وبعد فمن كاتبه السلام على من اتبع الهدى وترك سبيل الردى، إن الذي أرسلتم لي ليس بجواب ما أرسلت لكم، وذلك أني أرسلت لكم أن الأمر لا يكون إلا من عند السلطان مولاي الحسن، وأنت تقول لي إننا لا نقبل أن يكون للسلطان حكم على هذه المرصى، وكيف يكون ذلك والبلاد بلاد السودان؟ والآن إن أتيتني بكلمة واحدة من عنده فلا عليك في غير ذلك، وإن لم تأتني به فلا كلام معك. والملاحظ أن هذا الرفض مبني على حجتين شرعيتين، أولاهما تتعلق برفض التعامل مع المستعمر الغاصب للأرض، وثانيهما قطع الطريق على المكاتبين أو المتعاملين بغير إذن السلطان مع الإعراض عن نقاش فكرة المغريات والامتيازات من الأصل. يظهر الأمر صريحا كذلك في رسالة جوابية للشيخ أرسلها إلى الإسبان تشترط في التعامل معهم دعوتهم إلى الإسلام للدخول فيه أو دفع الجزية، يقول فيها: وقد أرسلتم لي بقولكم والطلب من فضلكم أن ترسل لنا من يتكلم معنا هذا، وأن جوابكم أني قابل أن أرسل لكم ما أمكن من المسلمين على وجه التجارة بينكم وبينهم، ولا أدع أحدا منهم يضركم، هذا بشرط أني أدعوكم أولا لشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أبيتم فإني أدعوكم للجزية تعطونها لي لأجعلها للمسلمين نفعا. المعلم الثاني وجوب نصب الإمام والتعاون على الجهاد. كانت الدعوة إلى توحيد جهود المسلمين في مقاومة الاستعمار من المرتكزات في فكر الشيخ مع العينين، حتى إن بعض الباحثين يرى أن موقفه الشديد من سلاسل الاستعمار التي توالت على المنطقة جعلت منه أكبر حليف للمخزن المغربي، باعتباره سيشكل الدرع الجنوبي الواقي الذي يقف في وجه الزحف الفرنسي على المغرب. وقد تجسد هذا الرأي في عشرات المراسلات مع السلاطين والوجهاء والقبائل ذات الشوكة، وتضمنت هذه الرسائل بيان وجوب الجهاد في سبيل الله وخطر تفريق كلمة المسلمين وضرورة نصب الإمام لمجابهة المستعمر. ثالثا التأصيل للجهاد المسلح دون الخوض في بسط آراء أهل الأقطار في الموقف من التعاطي مع المستعمر، فإننا سنقتصر على الإشارة إلى رأي الشيخ الذي يمثل فئة من أهل العلم صدحت بوجوب المقاومة المسلحة، ورأت في وجه المستعمر واجبا لا غبار عليه وفرضا يلزم القيام به. ولعل كتاب الشيخ الموسوم بهداية من حار في أمر النصارى يفصح بجلاء عن هذه الرؤية القائمة على رد فكرة الأخذ بالمصالح الدنيوية، وبيان أن المصالح الأخروية والدينية آكد وأوجب، وأنها تقتضي المجابهة والمواجهة.
ونريد هنا مقتطفا من كلام الشيخ في شأن المواجهة بين المقاومين والمستعمر يقول فيه: واعلم أن المتكلم لهؤلاء المسلمين في هؤلاء النصارى لا يخلو من أحد هذين الأمرين، إما أن يقول إن الجهاد ليس بواجب أو هو واجب، فإن قال بالأولى كفر، وإن قال بالثاني قلنا له على من يجب وفي من يجب، فإن قال على المسلمين في الكفار قلنا له هؤلاء مسلمون وهؤلاء كفرة أم لا، فإن قال لا قلنا كفرت لأنك أخرجت من الإسلام من لم يخرج منه وأدخلت فيه من لم يدخل فيه، وإن قال نعم قلنا الحمد لله، فلم يبقى إلا النظر في حكم هؤلاء الكفار وما لهم حكم هؤلاء المسلمين معهم، هل المسلمون فعلوا ما هو واجب عليهم أو حرام. ثم بعد هذه المحاجزة المنطقية يسرد الشيخ النصوص الدالة على وجوب الجهاد، ويفرع على قضية المصلحة الدنيوية وارتباطها بالمصالح الدينية وعدم اعتبار المغنم الدنيوي عند تعارضه مع الأمر الديني الصريح، كما يذكر انعقاد الإجماع على هذا قائلا: ولا أعلم أحدا من أهل الفروع قال بعدم وجوبه، واتفقوا على أنه يجب على كل ثغر قتال من يليهم، فإن عجزوا ساعدهم من يليهم، فالأقرب فالأقرب. قال خليل: الجهاد في أهم جهة، ولا أعلم بجهة في هذه البلاد آكد من الداخل، لكونها جامعة للجهاد وللرباط في الثغور، أي الفرض التي تكون بين المسلمين والكفار. ومن ذلك قوله في تمحض المفسدة في التعامل مع المستعمر، إذ يقول: ولعمري إن خروج النصارى على المسلمين في هذه البلاد ما فيه إلا المفسدة المحضة، وانظر رحمك الله إلى ذم الله تبارك وتعالى لمن انفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا التجارة رغبة فيها مع أنه لا مفسدة فيها، إذ ذاك للمؤمنين غير الرغبة عن الدين. والنص الآنف يجمع بين التأصيل الفقهي والنظر الاستراتيجي، حيث ينظر إلى المصلحة نظرة مركبة تجمع بين فقه الدين وفقه المآلات. المحور الثاني عن نماذج مؤرخة من أدب الجهاد، وسأتجاوزه ربحا للوقت. أختمه بنص للشيخ، تجاوزت نصوصا أخرى، هو من وصية لأبنائه يؤكد فيها مركزية الجهاد وقضية الولاء والبراء، يقول مخاطبا أبنائه: ليكن في علمكم أنه لا شر بيننا مع أحد سوى النصارى لعنهم الله، ما داموا ناقضين العهد مع المسلمين، وإن رجعوا لبلادهم وأخذوا العهد الذي كانوا آخذين فلا كلام معهم ولا شر. المحور الأخير هو أساليب الجهاد المسلح عند الشيخ. المطالع لسيرة الشيخ يدرك أن قضية الجهاد عنده لم تقتصر على النظر الفقهي والتعبئة، وإنما قامت على جهد عملي نذكر منه مثالا لا حصرا. أولا عناية الشيخ بمفهوم الإعداد القائم على التربية كما أسلفنا. ثانيا بناء القلاع واعتماد منهج جمع المعلومات، فقد كانت للشيخ حصافة أمنية بالغة تجسدت في الشكل العمراني للمدن التي أقامها، بالإضافة إلى اعتماده منهجا صارما في تقصي معلومات العدو. ثالثا اعتماد الجبهات المتعددة، فقد نفذ تلامذة الشيخ في مناطق مختلفة في أقصى الشرق الموريتاني وفي مناطق أخرى عمليات ضد الاستعمار الفرنسي لمشاغلته وفتح جبهات متعددة عليه، ومنها كذلك اعتماد استراتيجية المباغتة. والخاتمة أن المتأمل في مسيرة الشيخ ماء العينين رحمه الله يجد أن الجهاد في فكره مثل أسلوب حياة يتجه إلى النفوس تربية وذكرا ووصلا بالله تعالى، معتمدا على الوحي الصحيح والفقه الأصيل، كما يتجه إلى مجابهة العدو إعدادا ومجابهة، ويتجه لعمارة الأرض بما ينفع الناس ويمكث في الأرض، وهو نفع ما زال مستمرا إلى اليوم. ولا يبعد أن يكون هذا اللقاء العلمي والنقاش الثري أثرا من آثار وبركات هذا الشيخ الكريم، تقبل الله جهده وجهاده ورفع في الصالحين ذكره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كتبت شيئا قصيرا تعليقا على الجلستين، أقرأه في 1.5 دقيقة على الراجح، وإن طال ففي 2 دقيقتين. يبدو أننا مع كل ورقة وفي كل يوم في هذا الملتقى المبارك نكتشف بعدا من أبعاد الشيخ ماء العينين وفضاء من فضاءات موسوعيته. وقد أتحفنا الدكتور يحيى للبراء اليوم بما اعتبره مفارقة عند الشيخ ماء العينين خلافا للمتعود، وهي جمعه بين التسامح في الفتوى والجهادية في المسلك. ولعل سبب هذه المفارقة هو ما أشار إليه الباحث المتمكن الدكتور يحيى
من أن غالب المتسامحين والمسهلين قاعدون، وغالب الجهاديين مشددون مضيقون. ولست في وارد التشكيك في هذه الملاحظة، ولكن يبدو لي أن الشيخ ماء العينين أكثر انسجاما في هذه الثنائية، فالأصول الشرعية المؤسسة للتسامح في الفتوى والتيسير على الناس مشتهرة معروفة، وإن ضيق أو احتاط المفتي فعلى نفسه لا على الناس. والأصول الشرعية المؤسسة لمقاومة المحتل والغازي والمؤصلة لجهاد الدفع من الكثرة والوضوح، بحيث لا يعتبر اتباعها مستغربا ولا الاعتماد عليها ضعيفا أو مرجوحا. أما الارتباط بين التسامح والقعود وإن كثر فليس مسلما به ولعله ليس سليما، وكذا الارتباط بين التشدد ومذهب التمكين والعزة وإن شاع في أوساط قليل الفقه وضعيف الفهم ليس تلقائيا ولعله ليس صحيحا. رحم الله الشيخ ماء العينين، فقد جمع طرفي الفضل التسامح مع المسلمين فتوى وعلاقة، والقوة مع الغزاة رفضا ومقاومة. وإذا أخذنا في الاعتبار اهتمام الشيخ ماء العينين بكتاب الموافقات للإمام الشاطبي في وقت يسود فيه التقليد فقها وأصولا، ندرك كيف كان استثناء لا يجعل جمعه بين التسامح والعزة مفارقة، بل هي الموافقة لأحد أهم مكتشف الموافقات. ومن الملفت ما قاله هذا الباحث الإسباني باروخا، أن الشيخ ماء العينين كان ينتقد ما أسماه الشجاعة غير المنظمة عند القبائل، والشجاعة المنظمة نفس استراتيجي يستحق البحث عند الشيخ ماء العينين، ومصطلح يحتاج التوقف. شكرا جزيلا. شكرا. أنا لاحظت من خلال العروض التي تلقيناها من 3 أيام أن الشيخ ماء العينين حياته مرتكزة حول 4 محاور كلها يقتدي فيها بجده صلى الله عليه وسلم. الأولى الشخصية القيادية. نحن نعرف أن الرأس له خياران، إما أن يدير وإما أن يقود. إذا اشتغل بالإدارة اليومية لأتباعه ضاعت الروح القيادية فيه. الرجل قاد ولم يدر، مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة كان يدير، وبعد فتح مكة كان يقود. النقطة الثانية وهو التصوف الصافي في زمان الرجل. وإذا أردنا أن نحاكم الرجل محاكمة عادلة أن نرجع إلى زمانه. زمان الرجل التصوف فيه أغلب مشايخه يرتكزون على أمرين: أولا التنويم المغناطيسي للأتباع، الثاني استدرار جيوبهم. الرجل تميز تصوفه بأنه التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل ومجاهدة النفس على ذلك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكرم وعظم. النقطة الثالثة هو فهمه الحقيقي للفقه. نحن نعرف من خلال الدراسة أن الفقه له دلالتان: الفقه بالمعنى المصطلحي يبدأ من الطهارة وينتهي بالتركة، والفقه بالمعنى الجوهري هو أن تفقه عن الله ما يريد. ولذلك أخرج البخاري في الصحيح من حديث معاوية: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن مزايا أن تفقه عن الله ما يريد لا تقبل أن تتحسر في كانتونات مذهبية هي في الأصل مجرد مدارس فقهية. ولذلك الرجل من فطنته وفقهه واقتدائه بجده صلى الله عليه وسلم خرج عن المذهب تارات. وفي ذلك يقول: شيخ الشيوخ العالم الرهوني قال قولا ليس بالمجون، تقليد غير المذهب اضطرارا أولى من المنحصر انحصارا. النقطة الرابعة هي اقتداؤه بجده صلى الله عليه وسلم في المجالس الصباحية في المسجد. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس في المسجد يستقبل الوفود ويجيب على الأسئلة ويفسر الأحلام ويعلم الناس. وهذا الفعل ثبت عنه هو كما بين ذلك محمد حبيب الله المنابه، حيث قال: حضرت مجلس إمام النصحى ماء العيون بعد أن صلى الضحى، يحدث الناس بدين أحمد وهو يقول جالسا في المسجد إن التقى وهو أعز مكتسب ذو همة يأتي على 5 رتب.